يا سيدي افتح ودانك وركز معايا. لو بتفكر تستثمر فلوسك في حاجة مربحة وتكون في ايدك، يبقى لازم تكمل الفيديو للآخر. في آخر الفيديو هقولك سر مهم ممكن يغير طريقة تفكيرك في الاستثمار تماما. واوعى تنسى الفيديو ده فيه فرص ما تتعوضش، خصوصا للمبتدئين اللي عايزين يدخلوا عالم الفضة. عايزك دلوقتي تصلي على النبي وتكمل الفيديو للآخر، ومتنساش كمان تعمل لايك. زمان كان الاستثمار كله معناه ذهب وعقارات، لكن دلوقتي الدنيا اتغيرت خالص. الفضة بقت ترند مولع في السوق، وكل ده مش كلام في الهوا، ده كلام مدعوم بأرقام وتحليلات. الفضة دلوقتي بقت منافس شرس للذهب، وبدأت الناس تركز فيها كمصدر مربح. يعني لو كنت لسه مش فاهم ليه كل ده بيتكلم عنه الناس، تعال اقول لك دلوقتي اللي بيحصل في السوق العالمي والمحلي في مصر، وهل الفضة تستاهل كل الضجة دي ولا لا. اول حاجة لازم تعرفها ان مؤشر الفضة النهاردة بوقت تسجيل الفيديو استقر بعد شوية تقلبات ما يعلم بيها الا ربنا، والسبب ان الناس بدأت تدور على بديل اقتصادي للذهب اللي سعره بقى دلوقتي زي النار، وصعب على ناس كتير يستثمروا فيه. فهنا الفضة جت تقول أنا الحل. يعني لو معاك ميزانية صغيرة وعايز تدخل عالم الاستثمار، الفضة هي ممكن الطريق اللي تبدأ بيه. تعال نخش بقى على الأرقام. وقت تسجيل الفيديو أوقيت الفضة عالميا بسعر $31 تقريبا، ده الرقم اللي الكوكب كله بيتكلم عنه ومتابعه. ونرجع لمصر ونقول ان الفضة عيار 999 ب50 جنيه تقريبا، وعيار 958 البريطاني ب47.5 جنيه، وعيار 925 الاسترالي بسعر 46 جنيه، وسعر عيار 800 اللي مخصص للمجوهرات ب40 جنيه. الأرقام دي مش مجرد معلومات وخلاص، دي خريطة لأي حد ناوي يدخل السوق ويبقى مستثمر شاطر بجد. بص، في نقطة مهمة قوي لازم تكون مخلي بالك منها. الفضة دايما كانت الاختيار الأول وقت الأزمات، يعني لما الدنيا بتتقلب والتوترات بتزيد زي اللي بيحصل ما بين روسيا وأوكرانيا دلوقتي، الفضة بقت بتكون الملاذ الآمن للمستثمرين. مش بس السياسة بس هي اللي بتأثر على كده، لا، الطلب على الفضة أصلا عالميا زاد بشكل واضح. يعني باختصار كل ما التوتر يعلى الفضة تكسب، وده شفناه الأيام اللي فاتت لما سعرها زاد بأكتر من $1 في يوم واحد بس. دي طبعا حاجة أكيد عظمة. يمكن تسألني ليه الفضة؟ ليه مش الذهب؟ بص، الفضة مش بس أرخص، لا كمان مرنة، تقدر تستثمر فيها بمبلغ صغير وتستنى لما السعر يعلى. وده غير إن الطلب عليها بيزيد كل يوم في الصناعات المختلفة زي الإلكترونيات، الطاقة الشمسية. يعني لو انت مش مستثمر كبير فانت عندك فرصة انك تكسب كويس منها. طيب هل الفضة هتستمر في الطلوع؟ بصراحة الإجابة مش سهلة. زي ما قلت لك الأسعار بتتأثر بعوامل كتير زي سعر الدولار، الفايدة الأمريكية، وكمان الظروف السياسية اللي حوالينا. بس الواضح قدامنا ان الفضة قدامها مستقبل ممتاز، خصوصا لو الطلب العالمي عليها فضل يزيد. يعني لو الناس لسه بتحب تشتريها كملاذ آمن هتفضل الأسعار تزيد. بس زي ما قلت لك السوق مش ثابت، فمحتاج تكون دايما جاهز. لو انت لسه مستمر معايا لغايه دلوقتي، عايز اقول لك ان انت دلوقتي عندك فرصه في انك تستثمر في الفضه، ودي فرصه مش عاديه، ممكن تكون خطوه تغير حياتك الماليه. بس عايزك ما تتسرعش، خلي عندك شويه عقل وفكر صح قبل ما تاخد قرار. السوق مليان تقلبات، وعشان تكسب لازم تفهم وتدرس السوق كويس قبل ما تخش في اي حاجه. وقبل ما اسيبك عايز منك طلب صغير، تنساش تشوف الفيديو اللي فات، في معلومات مهمه جدا برضو عن الذهب وازاي تستثمر فيه، وتختار الوقت المناسب عشان تعرف تدخل السوق. وعايزك كمان تعمل لايك وتشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد، ولا تنسى تفعل الجرس علشان الفيديوهات الجديده تظهر لك اول باول. ان شاء الله اشوفك في الفيديو اللي جاي، وانا مستنيك. والسلام عليكم ورحمه الله.